أول مباراة في آسيا باتفرج عليها النهارده وهي مباراة العراق واليابان، وبسبب هدف أيمن حسين في الدقيقة الخامسة افتكرت على طول سنة 2000، يعني من ربع قرن 24 سنة. هدف عباس عبيد جاسم، اللاعب اللي كان قبل كده لعب في بوهانج ستيلر الكوري، وهو بيسجل الهدف الأول للعراق في مرمى المنتخب الياباني، وأول هدف في المباراة في دور الثمانية في الوقت ده، في البطولة اللي كانت مقامة في لبنان وعلى ملعب في بيروت. كلنا تفائلنا خير ان العراق هتقدر تتخطى اليابان، اللي اليابان كانت ماشيه بطريق جيد جدا في البطوله، ولكن اللي حصل ان فاز المنتخب الياباني في الوقت ده 4-1 وكمل طريقه حتى فاز في المباراه النهائيه على المنتخب السعودي. ولكن النهارده اللي حصل ان في نفس توقيت هدف عباس عبيد جاسم سجل ايمن حسين تقريبا هدف ده في الدقيقه 4 وهدف ده في الدقيقه 5، ولكن المنتخب العراقي النهارده ظهر بوجه مغاير تماما عن المباراه اللي انا اتذكرها من 25 سنه. العراق النهارده حاجات كتيره جدا قهر فيها الظروف، وكل المعطيات كانت بتقول ان فوز المنتخب الياباني يعني مساله وقت في المباراه حتى بعد تقدم العراق بهدف. ولكن ان انت تسجل الهدف الاول مع بدايه الشوط الاولاني، ثم الهدف الثاني برضه براسيه من ايمن حسين، ده يدل ان في عوامل كتيره النهارده تفوق فيها المنتخب العراقي مع كساس المدير الفني الاسباني. عايز اتكلم في عده نقط. نمره واحد، ايمن حسين اللاعب المفاجئ بالنسبه لي دايما مع المنتخب العراقي. في بطوله كاس الخليج السابقه كان واحد من اثنين هدافين لبطوله كاس الخليج، واحد من المتالقين وبشده، بيذهب الى نادي الرجاء البيضاوي، ما بيتألقش تماما وبيترك الفريق عشان يرجع تاني للملاعب العراقية. لقطة زي دي كانت ممكن بكل سهولة تنال من عزيمة اللاعب وتخليه مستواه يتراجع ككل، ولكن هو بيقدر ان هو يرجع في الاوقات الحساسة اللي هي تخص المنتخب العراقي. والنهاردة ادى افضلية للمنتخب العراقي ان هو يقدر يسجل هدفين على حساب المنتخب الياباني. نمرة اتنين، دانييلو سعيد، اللاعب اللي رحل فجأة قبل المباراه الثانيه امام اليابان، اعتراضا ان هو ما بيلعبش بصوره اساسيه في المباراه الاولى اللي تفوق فيها المنتخب العراقي على منتخب اندونيسيا. فلقطه زي ديت ممكن تهز جدران المنتخب والمعسكر العراقي، وتخلي ما فيش ثقه في المدير الفني بالنسبه للاعبين، او بمعنى اصح يعني تحس ان في مشكله بتحصل في المعسكر تاثر على الفريق ككل، ولكن ده ما حصلش. نقطه ثالثه، المنتخب الياباني لما تبص على السجل بتاعه في اخر 11 مباراه تفوق كاسح على كل الفرق. يمكن اخر ثلاث مباريات بما فيهم المباراه الاولى في كاس الاسيويه، اخر ثلاث مباريات مسجل 15 هدف. المباراتين اللي لعبهم في تصفيات كاس العالم مسجل 10 اهداف. حدث ولا حرج فايز على المنتخب الالماني 4-1. حدث ولا حرج كمان ان المنتخب الياباني الفترة الأخيرة بقول لك في 11 مباراة لا يخسر أي مباراة، وعلى طول مع مدارس مختلفة أوروبية وأمريكا اللاتينية وأمريكا شمالية وأسيوية، بيتفوق وبكل سهولة لأن عنده كمان نقطة مهمة جدا، هي لعيبة في القيمة التسويقية هي الأعلى من القيمة التسويقية للمنتخب العراقي. ولكن الجرينتا والجمهور اللي كان مالي الملعب النهارده من الجمهور العراقي اللي دايما متحمس من زمان، من ايام ما الواحد كان بيتابع كوره عراقيه، من ايام ملعب الشعب لما كنا بنتفرج على مباريات المنتخب العراقي في جيله الذهبي 86 اللي كان فيه الراحل احمد راضي، حسين سعيد كمان، رعد حمودي، باسل كوركيس. يمكن انا حتى كنت على تواصل مع الكابتن باسل كوركيس علشان كتابي في تاريخ كاس العالم، والراجل قعدنا نحكي شويه ذكريات كانت حلوه جدا عن الكره العراقيه، وخاصه مع المدير الفني عمو بابا. مش عايز اطلع بره السياق، يعني القيمه التسويقيه كبيره جدا للاعيبه المنتخب العراقي. في مقابل المنتخب الياباني لا، اليابان اعلى بكتير. وترى اندو بتتكلم عن مايدا، دايزن مايدا اللي بيلعب في سلتيك الاسكتلندي، بتتكلم عن مينامينو، مع احترامنا طبعا لموهبه اللاعب العراقي، ولكن في المجمل العقل بيقول ان القيمه التسويقيه هنا والاداء الجيد اللي بيقدمه اليابان حتى في كاس العالم لما تفوقوا على اسبانيا وتفوقوا على المانيا وخسروا بصعوبه من كرواتيا بركلات الترجيح، يقول ان كل الكفه كانت تميل لصالح المنتخب الياباني. ولكن بتتفرج على نسخة مغايرة فكرتنا والله شوية بنسخة 2007، طبعا مع الفوارق اللي موجودة، اللي فاز فيها المنتخب العراقي في كأس الآسيوية مع جورفان فييرا. في الوقت ده صحيح كانت البداية في الدور المجموعات مش أفضل شيء، تعادل مع تايلاند،
تعادل مع عمان، ولكن كان في تفوق كبير على المنتخب الاسترالي. وبعد كده بتتخطى فيتنام، ثم تتخطى كوريا، ثم تفوز على المنتخب السعودي في المباراه النهائيه. فبطوله غاليه جدا جدا. وبالصدفه البطوله كانت من ضمن الدول المنظمه ليها في الوقت ده في 2007 اندونيسيا، اللي برضه للصدفه المنتخب العراقي تفوق على اندونيسيا في اولى المباراه، لعله يكون فأل حسن على المنتخب العراقي. الظروف ككل لدوله العراق كانت في الفترات الاخيره، والفرحه الكبيره بفوز بالكاس الخليج اللي كانت مقامه في البصره وكلنا تابعناها، والحضور الجماهيري الطاغي، لان الشعب العراقي شعب محب جدا جدا لكره القدم. كمان لما تتفرج النهارده على فوز، يعني ما كانش قبل كده بيتفوق المنتخب العراقي على اليابان في كاس الامم الاسيويه الا النهارده من خلال المباراه. ويمكن من النقاط الفنيه المهمه بالنسبه لي، انا مش هتكلم فنيات قوي عن المباراه، ولكن في نقطه لفتت نظري وبشده، وخاصه في الشوط الثاني. المنتخب الياباني انه متاخر 2-0 ومتحيد تماما في الملعب، مش قادر يوصل لمرمى جلال حارس مرمى المنتخب العراقي. انت موقف كل الخطوره بتاعتهم، في لدرجه ان هم مش قادرين يحدثوا الخطوره على المرمى، لدرجه حتى لما سجلهم في الوقت بدل الضايع. الميزه اللي كانت لافته للنظر بالنسبه لي، غير ان انت استغليت الكور اللي جات لك في الشوط الاولاني، ان الشوط الثاني انت بتلعب بلا اخطاء تقريبا في المباراه. يمكن المدافع المنتخب العراقي نمره 2 اللي بيلعب في ابها، سعد ناطق لو انا متذكر كده الاسم صحيح، كان ملفت للنظر جدا. تعامل جيد مع كل كوره، تحييد لكل نجوم المنتخب الياباني، تقفيل المساحات بشكل جيد. المدرب الاسباني كمان قدر ان هو يتعامل بشكل اكتر من رائع مع المباراه. ويبدو ان المنتخب العراقي هيجبرنا ان احنا نتابع كاس الامم الاسيويه، لان الواحد مشغول بكاس افريقيا وبيتابع المباريات، لان عندي استوديوهات تحليليه كمان في الراديو، غير البرامج بتاعه التلفزيون، غير المتابعه المستمره للبطوله اللي لازم الواحد يكون عليها. يعني البطولتين في نفس الوقت دي كان الامر الصعب بالنسبه لنا، ولكن يبدو ان احنا مقبلين على بطوله هتبقى قويه في كاس اسيا. اتمنى ان شاء الله ان العراق تفضل على نفس النسق ده حتى تنهي البطوله في ابعد مدى، تصل لابعد مدى. وكمان يعني الواحد امبارح لما اتفرج على منتخب فلسطين والامارات، كانت مباراه برضو كان فيها نديه، مباراه فيها قوه كبيره. نتمنى لكل المنتخبات العربيه في كاس اسيا التوفيق ان شاء الله. يعني دي كانت دردشه سريعه كده، حاولت ان انا القي الضوء على مباراه انا بعتبرها مباراه تاريخيه للعراق بفوزها على اليابان. السلام عليكم.